يا جماعة الدوالي علاجها حاجة من ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات عيادة اللواء طبيب أحمد فاروق ميرا، استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى والكبد ومستشفى التشوهات الدموية بالحقن. النهارده بنتكلم على حلقة جديدة من موضوع الدوالي. الدوالي ده بيهمنا كلنا وبيهم كل المرضى، واتكلمنا عليه قبل كده كتير، بس أنا عايز أوضح حاجات مهمة جدا جدا جدا. كل عيان بيبقى معلق في دماغه حاجة معينة، شافها على السوشيال ميديا أو شافها فيديو أو شافها على وات ايفر، كل وسائل السوشيال ميديا، يجي راسخ في ذهنه حاجة من ثلاثة. يقول لك انا عايز اعملها ليزر، واحد يقول لك عايز اعملها تردد حراري، واحد يقول لك اكلاكس يا دكتور، واحد يقول لك عايز اعملها بالفوم، واحد يقول لك لا انا عايز مش عايز حقن، واحد يقول لك لا انا عايز ليزر بس، واحد يقول لك لا مش عايز اعمل عمليه خالص هي ليزر. يا جماعه هي مش مسميات، هي انديكيشن، اسباب ومعطيات لازم اعملها عشان الدوالي دي تتعالج. لكن دايما اللي بيخلي الناس تدخل في هذا اللغط والناس يحصل لها تشوش وما تبقاش مركزه وتبقى ماسكه في حاجه واحده، الافكت بتاع السوشيال ميديا على المريض وعلى الناس وعلى اهله. كل واحد بيسمع حاجه او بيشوف فيديو او بيشوف أو حاجه يجي يقول لك انا عايز دي، انا مش هتعالج غير بدي. يا سيدي لا، ده في حاجات تانية، لا ده ما ينفعش معاك، ده ينفع مع حالة تانية. ما فيش فايدة، هو لاصق في ذهنه الكلمة وكم كلمة اللي سمعهم في السوشيال ميديا وعايز يطبقهم عليه. كل دكتور بيقول حاجة لازم نوضحها، لازم نوضح للمريض بغض النظر المريض ده هيعمل معايا ولا مش هيعمل معايا، هيعمل في حتة تانية ولا في سنتر تاني، هيكمل معايا ولا مش هيكمل معايا. ممكن ابقى بعمل حاجة لكن ما بعرفش اعمل التانية، مش معنى كده ان انا اعمل للمريض اللي انا بعرف اعمله بس وما ادلوش فرصة انه يتعالج في حتة تانية بطريقة احسن. يا جماعة الدوالي علاجها حاجة من ثلاثة، وكل حاجة من دول ممكن تتعمل. زي مثلا الليزر ممكن يتعمل، هو الليزر نفس فكرة التردد الحراري، نفس فكرة الفوم، نفس فكرة الكلاكس. هو بتسيب الوريد الصفيني اللي هو الوريد السطحي الصفيني الاساسي اللي بيحصل فيه الدوالي، بتسيبه مكانه وبتعمل له ابليجن، يعني بتلغيه، بتخلي الدم اللي جواه يتجلط سواء بفوم او بتردد حراري او بليزر او وبتسيبه هو نفسه في مكانه. في الجراحة زمان كنا بنربطه وبنشيله، يعني بنفصله من الصمامات وبننزعه كده بمقلوب، يبقى زي الشراب، بنعمل نزع للوريد اللي هو اللي فيه الدوالي، وكنا بنسميها عملية نزع دوالي، بنربط الصمامات والثواقب وننزع الدوالي. هو ده الفرق. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في لقاء آخر إن شاء الله.